السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن من أسباب زوال النعمة أن تعلق أو تربط رزقك بمكان معين أو بشخص معين أو بذكائك أو بخبرتك. للأسف في هذا الزمن نجد الكثير ممن يعتقدون أن الأرزاق تأتيهم بمجرد أنهم خبراء في ذلك المجال المعين، أو ممكن في مكان معين، مكان استراتيجي مثلا، يخيل إليهم أنهم بهذا سيأتي رزقهم، سواء بخبرته أو بمكان معين. وهذا من أشد أنواع الجهل، وكما قال الكثير من العلماء يعتبر نوع من أنواع الشرك. لهذا أوصيكم أحبتي في الله أن تأخذوا بالأسباب، تتوكلوا على الله حق توكله حتى يرزقكم رزقا حلالا طيبا. ومن المنطق أن يعرف الجميع أن الأرزاق بيد الله، وهو من يسيرها ويعطيها لمن يشاء. زيادة على ذلك الأرزاق مكتوبة، هناك رزق تطلبه وهناك رزق يطلبك. فالرزق الذي تطلبه هو الذي عليك أن تأخذ بالأسباب، أما الرزق الذي يطلبك فهو ذلك الذي كتبه الله لك من قبل أن تولد أصلا. لهذا أعيد وأكرر وأوصيكم من جديد: توكلوا على الله حق توكله، وخذوا بالأسباب، وكونوا قانعين بما رزقكم الله، سواء قليلا أو كثيرا. لأن للأسف هناك بعض البشر أو الأغلبية للأسف نجدهم، أو الأغلبية للأسف الشديد نجدهم أصبحوا ماديين إلى درجة لا توصف. وأسأل الله العفو والعافية والسلامة، وأن يرزقنا وإياكم القناعة والرضا قبل المال. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.